من أجل دراسة وحفظ اللهجة المحلية وتعليمها ترجمت أكثر من 1500 كلمة إماراتية إلى أول معجم إماراتي مترجم إلى اللغة الإنجليزية، ومن أجل مساعدة الأجانب وغير الناطقين باللهجة المحلية، حيث بادر كل من عبد الله الكعبي وحنان الفردان بإنشاء أول معهد من نوعه يهدف إلى مد جسور التواصل بين الجاليات غير العربية المقيمة في الإمارات، وذلك من خلال تعليمهم أصول اللهجة الإماراتية والثقافة الإماراتية. طبعا الفكرة انطلقت بداية من فكرة إنشاء أول معجم يعني يتطرق للمصطلحات لهجتنا المحلية للأجانب. من هاي المبادرة يعني وجدنا شغف كبير عند الأجانب في حب تعلم يعني جماليات لهجتنا، وبدأوا يسألوننا عن بعض الكلمات والمصطلحات، وليش هذه تنطلق هني، وليش نتكلم بالطريقة هذه. من هناك حسينا باهتمامهم. سبحان الله بدأت فكرة إنشاء أول معهد لتعليم اللهجة المحلية لغير ناطقين بالعربي. وقد بدأ العمل في المعهد الذي يقع في شارع الشيخ زايد ضمن مركز مبادرة التغيير، ليقدم لطلابه كل ما يحتاجونه لتعلم اللهجة المحلية، والتي أبدى الكثيرين رغبتهم في تعلم اللغة العربية بلهجة إماراتية. نحن بدينا المشروع في شهر 1 2014 كفكرة، وطبقناها وبدينا التدريس تقريبا شهر 6 2014، ولقينا إقبال كبير من الطلبة الأجانب والمواطنين كذلك اللي ما عندهم خلفية عن اللهجة الإماراتية، وبدينا ندرسهم اللهجة الإماراتية، السلام والتحية والأرقام، وكيف يسألون الأسئلة، وكيف يتعاملون مع أشخاص إماراتيين، كيف يتعاملون في مختلف المواقف في البنك في المستشفى. فنحاول نخليهم يعني يندمجون مع المجتمع الإماراتي قدر الإمكان. أنا آليا، أنا من ألمانيا، وأنا أحب لغة إماراتي. ويتلقى المعهد طلبا متزايدا خصوصا من الجاليات المقيمة الذين يعملون في وظائف تتطلب أن يتقنوا لغتين، مثل بعض الدوائر الحكومية وبعض القطاعات السياحية وشركات السفر. مرحبا. مرحبتين. نتعرف عليك، شو اسمك؟ أنا اسمي لوسي. نعم. شو أخبارك؟ الحمد لله. من وين أنت؟ أنا من ألمانيا. كم صار لك بالإمارات؟ أنا سنة ونص في دبي. أنا حاب دبي وايد، دبي المركز الأول. هكذا كانت الفكرة قبل 3 سنوات، حيث أصبح المعهد اليوم من أهم المعاهد التي يقصدها المقيمين والزوار من أجل تعلم لهجة أهل الدار. معهد الرمسة معهد هو الأول من نوعه على مستوى الإمارات من أجل تعليم اللهجة الإماراتية لغير الناطقين باللغة العربية. لنشرة علوم الدار، سوسن الرحمة، إمارة دبي.